سيلفي. انا براهن على الشباب المصريين على الموهبه بتاعتهم. اوكي. وزي ما قال سياده الرئيس في الخطاب بتاعه الكبير، لازم يفضل كبير. بالظبط. فاحنا هنفضل كبار وهنفضل رواد حتى في الفن بتاعنا. انا ليا بس رجاء خاص بالمناسبه، طلب من حضرتك او من خلال حضرتك اطلبه للسياده وزير الداخليه وسياده وزير الاثار. وهو الناس اللي بيحبوا التصوير، محبي التصوير في مصر والهواة وجميع رابطات التصوير، بينزلوا في الشارع يصوروا بلدنا الجميله وبيتقبض عليهم. انا يعني عايز اشرح الموضوع بمنتهى الاختصار. النهارده وزاره الثقافه وقطاع الفنون التشكيليه بيشجعوا الناس عشان ينزلوا ويعملوا فن ويعملوا معارض. ما ينفعش احنا نقبض عليهم من الشارع. لو حد عايز يخرب البلد وعايز يصور صوره عشان يعمل بيها عمل ارهابي، مش هينزل جهرا كده بكاميرات بعدسات زي كده ويقف ياخد صوره. اكيد الموضوع ده يعني واصل. صحيح. يعني احنا نقدر نقول ان دي دعوه لوزير الثقافه الدكتور عبد الواحد النبوي، انه على الاقل الناس دي تتقدم، يعني يبقى في نوع من اعمل لهم كارنيه. عايزين تعملوا ملفات في امن الدوله، اعمل لهم تحروا عنهم. ما عادش عندنا امن دوله مبدئيا، عندنا امن وطني، وده كان بناء على طلب الشباب. بس يعني وده موجود في كل حته في العالم. حقك تامن. طبعا. بس ما تاخدش واحد من الشارع وتقول له انت بتصور ايه، واحد بيصور جامع الرفاعي ولا وتحطه في السجن وتقول لا اللي ضحك يقول له هات الفيلم. فيلم ايه؟ كاميرات ديجيتال كلها. وبيقول ناس مش هتروح غير ما انا بحكي لك حوادث حصلت، مش هتروحوا غير ما تجيبوا الفيلم. طب فيلم ايه يا سيدي؟ ده ديجيتال. ما ده معناه ان احنا عايزين نعمل ورك شوب للناس دي عشان تعرف. طبعا عشان يعرفوا التقنيات الحديثه اللي الناس بتشتغل بيها، عشان ما يقولوش هات الفيلم. يقول له هات تبني حضرتك المبادره دي، وانا موافق اعملها مجانا للساده ضباط الشرطه او الجهات اللي جوه مسؤوله عن الكلام ده، وعشان كلنا نتكلم لغه واحده. ممكن حضرتك تتبني المبادره دي؟ انا بوجهها، لان احنا الحقيقه وقتنا يعني عملنا اوفر، واحتمال يعني معلش احصل لي حاجات. احنا بنوجه هذه الدعوه لوزير الثقافه ووزير الداخليه، انه زي ما الرئيس قدم نفسه كنموذج في السيلفي بتاع الشباب في القمه الاقتصاديه في شرم الشيخ، بنتمنى كمان على باقي الوزراء انهم يدخلوا على يعني ايقاع السرعه دي. مش كل من حمل كاميرا هو جزء ما من منظومه تآمريه ضد الوطن. أكيد. وعلى الاقل احنا محتاجين ننظم الحكايه. لو التصوير بشكل عام في مصر مش هيبقى مسموح، يبقى له ترخيص ما ويبقى له قواعد، واللي عايز يمارس هذه المهنه يروح يعملها وببساطه ويسر. واذا كانت المساله محتاجه، وانا اعتقد انها محتاجه تدريب، لان التقنيات اتغيرت علشان الناس اللي بتتعامل في المواجهه مع هذا القطاع من الشباب تبقى عارفه حتى اللغه، علشان الشاب ما يضحكش عليهم جواه. فالمصور المصري العالمي خالد ابو الدهب جاهز انه يعمل هذا الورك شوب في جهات التخصص لصالح الدوله المصريه. بشكرك، نورتني والف مبروك. ويا رب دايما اسم مصر مرفوع من طبعا. النوبه للدلتا. أكيد تمام طبعا. وتحيا مصر. وتحيا مصر طبعا. بشكرك شكرا جزيلا المصور المصري العالمي خالد ابو الدهب، نورتني. ميرسي. وبشكركم، وما عنديش ولا حاجه غير ان اقول لكم بالخير يا رب، بالخير. باي باي.